مباراة ليفربول واستون فيلا هتتلعب الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، ومباراة مانشستر سيتي وريال مدريد هتتلعب الساعة 10، يعني فرق بين المباراتين نص ساعة. احنا لا هنعرف نشاهد ده مرة ولا هنعرف نشاهد ده، يعني نحتار مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد مباراة مصرية بالنسبة لمرموش، لأنها أول مرة هيلعب دوري الأبطال. مباراة ليفربول مع استون فيلا الموسم ده يعني زي ما انتم شايفين فريق مكتسح. طب ليه ليفربول واستون فيلا هيلعبوا دلوقتي مع ان اصلا تاريخ المباراة يوم 15/3؟ الاتحاد الانجليزي ليفربول هيلعب يوم، استون فيلا هيلعب يوم 15/3، معاه مباراة اهم في نهائي كاس الاتحاد مع نيوكاسل يوم 16/3. فراح الاتحاد الانجليزي مقدم المباراة بتاعت محمد صلاح واستون فيلا يوم 19 اللي هو النهارده. طيب يعني خليها بكره، راعي ان الناس وليفربول والحسابات اللي عم شغاله على مرموش ومحمد صلاح، راعي ان احنا كمصريين يا سيدي راعيني عشان اراعيك. انا كده انت مش هتجيلك مشاهدات مع في ناس هتنقسم الى قسمين، في اللي هيشجع صلاح وفي اللي هيشجع مرموش. طب انا بشجع الاثنين، هسمع ايه؟ اسمع ليفربول ولا اسمع صلاح؟ لان المباراتين احلى من بعض. الاهم يعني اللي انت هتروح بتاعت مانشستر سيتي وريال مدريد. انا بتمنى ان مرموش يبتدي في الاول، لان مرموش بصراحه اول ما انضم لمانشستر سيتي لعب مع تشيلسي مباراه مش حلوه، لعب مع اورنت الرابطه واتهزم من فريق درجه تانية، ما قدمش مباراه حلوه. في ناس طلعت وقالت لك مرموش تعبان وهو غلطان ان هو راح السيتي ومش عارف ايه. اللعب بتاع السيتي وطريقه اللعب بتاعت مانشستر سيتي مختلف عن باقي الفرق. ليه مختلف عن باقي الفرق؟ ما كل الفرق بتلعب كوره يا عم، اصبر. مانشستر سيتي وجوارديولا ما بيحبش الكرات اللي هي ايه عاليه، ما بيحبش الكرات العاليه والطويله وانه مرموش ومعتمد على السرعات والكلام ده. لا، مانشستر سيتي بيعتمد على التمرير الارضي والاسيستات. يعني خطفت نفسك هديك، ما خطفتش نفسك وما اتحركتش مش هديك، هتقعد لي ورا. مش مرموش دخل مانشستر سيتي نزل جناح، بثبت في الجناح، ما حدش بيديله، ما حدش مبصيله. ليه مش متحرك؟ ما بيتحركش. تعالى لما مرموش لعب نزل امام نيوكاسل غير من طريقة لعبه، اللي هو ينزل يستلم ويطلع هديك، انزل استلم واطلع هديك. لما مرموش اعتمد على الموضوع ده وعرف ان لعب طريقه السيتي بالطريق ده، مرموش عاد للعبه الطبيعي والمستوى الطبيعي اللي احنا متعودين منه، وسجل الهاتريك. ليه؟ لانه عرف طريقه السيتي. ووارديولا عرفه ان انا ما بلعبش بحكايه ان انا هجمه مرتده والكلام ده. السيتي عمره ما لعب هجمه مرتده الا لو مهاجم ومدافعين ويعتمد على السرعه، هي دي. لان اندرسون حارس مانشستر سيتي عمل 6 اسيستات، اللي هي مسك الكوره وشاط. عمل اخر اسيست كان ب 2023 بصاها لهالاند. السنه دي عملها المرموش، لانه اعتمد ان مرموش عنده لاعب سريع وهعتمد عليه في كل الاسيستات. يعني ممكن اندرسون ده يعتمد زي أليسون بيكر اعتمد ان محمد صلاح بياخد الكوره وبسرعته ويروح يهدف ويحتفل مع ليفربول. هو انا دلوقتي انا المشكله في الفيديو ده ان انا محتار اتفرج على صلاح ليفربول واستون فيلا ولا اتفرج على مانشستر سيتي وريال مدريد. انا بالنسبه لي هتفرج على مانشستر سيتي وريال مدريد، لان دي المباراه الاهم والمصريه المرموش. وان شاء الله مانشستر سيتي يفوز، لان انا فعلا عايز مانشستر سيتي يفوز على الريال، وان شاء الله يفوز على الريال ويطلعه بره.